السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي القمر عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. انا عارفه ان الفتره الاخيره مش بنزل فيديوهات خالص. النهارده بقى راجعه لكم فيديو جديد وسهل جدا جدا ومش بياخد وقت. احنا النهارده هنعمل فراخ بطريقه جديده وسهله وما بتاخدش ساعه على النار، كلها من اول ما نبدا لحد ما نخلص. يلا بينا حبايبي القمر نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا عندي فراخ، انا جايبه وراك. طبعا انا جايبه على قد اللي احنا هناكله، عشان طبعا حضراتكم شايفين ان الظروف صعبه جدا والناس يعني الله يكون في عوننا ويقوينا يعني على اللي احنا فيه. فانا جايبه على قدنا احنا بس، وعندي بصلايه واحده وكام فص ثوم. وهنا انا مش هستخدم توابل كتير، هي 7 بهارات، فلفل اسمر، ملح، وروزماري ده اختياري، لو ما عندكيش خلاص مش مشكله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا هجيب طبق عندي هحط فيه كل المكونات دي على بعض اهي، وهقلبها كويس. هقلبها كده كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. وهاجي بقى الفراخ بتاعتي دي، انا عندي هنا قلت ايه، انا جايب فراخ على عددنا. انا هاجي من هنا شايفين ديت، هاجي هنا اعملها كده واقوم جايه بالسكينه فاتحه فيها فتحات صغيره، ومن جوه هنا برضو طبعا احنا غسلينها كويس جدا اهو، فتحات صغيره. هعمل كل الفراخ كده. دلوقتي انا عملت فيها كلها فتحات. هجيب بقى من التتبيله بتاعتي دي وارش جوه كده شويه هنا وهنا، والتانية دي برضو كده. مش هحط كتير لان يا جماعه احط وهي على النار برضو ملح وفلفل عشان تبقى متبله كويس اهي. وهاجي هنا برضو شايفين دي كلها كده، احط فيها من التتبيله دي. عايزه تحطي بقى اي وصفات تانية عندك، اي توابل تانية بتحبيها مش بس دي، هتدينا طعم حلو جدا جدا وهتعجبكم وسهله ومبتاخدش وقت خالص على النار. لان احنا عارفين طبعا ان طبيعه الفراخ في العادي ما بتاخدش وقت كتير برضو في السوا. وصفه سهله ومناسبه بالنسبه الحر اللي احنا فيه والصيف، وهتعجب ولادنا اللي هم ما بيرضوش اصلا ياكلوا اي حاجه زي ولادي كده وبيزهقوكوا. فانتوا ايه، احنا كده كلها تبلناها كلها بالبتاع ده. هنحط الباقي كده كلها بقت واخده من التتبيله. يلا بينا بقى نشوف بعد ما تبلناها هنعمل فيها ايه. دلوقتي انا البصل ده بقى انت حضرتك اختياري اللي انت عايزاه. انا قطعته كده زي ما انتم شايفين براحتك اللي انت عايزاه في نفس الطبق اللي كان فيه البهارات. وهنزل عليه بالروزماري شويه اهو اللي كان عندي ده، هسيبه فيه، انا هسيبهم فيه شويه، وحبه ملح صغيرين لان انا متبله الفراخ كده كده بملح، وشويه فلفل اسمر صغيرين كده، وهقلبهم مع بعض كويس وهركنهم على جنب. ويلا بينا نشوف هنعمل الفراخ الجميله بتاعتنا دي ازاي. انا دلوقتي عندي الصينيه بتاعتي اهيت، هحطها على النار، نار عاليه، هسيبها لحد ما تنشف خالص، وهنزل فيها بشويه زيت وهنشوف هنعملها ازاي. دلوقتي الصينيه بتاعتي نشفت. انت لو عندك طاسه اللي انت عايزاها، بصي انا هرش شويه زيت صغيرين كده مش كتير، ايوه، وهسيبهم لحد ما يسخنوا كويس جدا، يسخنوا كويس جدا جدا جدا. وبعد كده نسيبهم لحد ما يسخنوا كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي فيهم. دلوقتي الزيت بتاعي سخن معايا كويس جدا، انا هنزل بقى بالفراخ كده. على بال بقى اما الفراخ بتاعتنا تتحمر، انا جبت الثوم بتاعي انا هعمله كده. لو عايزه تفرميه افرميه، مش عايزه على فكره الثوم بيفرق جدا في الطعم وبيديها طعم حلو جدا جدا جدا. لو عايزه تحطي ورق لورا حطي، بس انا دي يعني ايه مش عايزه توابل كتير، بس بجد هتفرق معاكم وهيطلع طعمها حلو جدا وهتعجبكم. يلا بينا نشوف الفراخ بتاعتنا. دلوقتي احنا هنسيبها على النار زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي، او لو انت عايزه لون اغمق فهنسيبها لحد ما تتحمر خالص، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. انا هنا بقى هبص عليها لسه ما اتحمرتش، انا عايزاها تتحمر تاخد اللون الذهبي او اغمق شويه. انا هسيبها تتحمر على مهلها خالص لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. دلوقتي يا حبايبي بقى انا هقلبها، شايفين ايوه اهي. المهم ان انا هقلبها لحد ما تتحمر برده من الجنب التاني، وبعد كده ايه نشوف هننزل بالبصل. دلوقتي انا هطلعها اتحمرت وانا هطلعها، شايفين اللون ده. لو انت عايزه تغمقيها اكتر ماشي، انا هطلعها بقى من الزيت ونشوف هنكملها ازاي. دلوقتي ده شكل الفراخ بتاعتنا حبايبي بعد ما حمرتها. يلا بينا نشوف هنكملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي انا غسلت الصينيه بتاعتي اللي انا كنت بحمر فيها، هنزل بقى بالبصل اللي انا كنت سايباه متبل مع الملح والفلفل الاسمر اهو. هديله بقى تشويحه. ياه، عايزه اقول لكم ان ريحه الفراخ اصلا بعد ما اتحمرت حلوه جدا. دلوقتي انا هديله تشويحه اهو.
دلوقتي بعد ما اديتها تقليبه هنزل بشويه زيت صغيرين قليلين يعني مش كتير، عشان احنا ايه طبعا الفراخ كنا محمرينها في الزيت. بسيبه لحد ما ياخد معايا اللون اللي هو الذهبي برده، وبعد كده نشوف هنعمل معاه. دلوقتي يا حبايبي بصوا انا بدا معايا ياخد ايه كده البصل دوت. لو انت مش عايزه تعملي حلقات زي كده، ما انا عايزه انت حره، عايزه تخرطي تعملي اللي انت اي تخريطه ان شاء الله، حتى تخريطه عشوائيه. فانا هاجي بقى هنا دلوقتي اوطي عليه النار خالص وارص عليه الفراخ. يعني انا هوطي النار خالص كده وارص الفراخ بتاعتي. بسم الله بتاع كده، بسم الله. نستخدم شويه الكمون على البصل. شايفين بعد كده في صوص نازل منه اهو كمان. هاجي بقى هنا دي خطوه مهمه جدا، انا هعملها نار هاديه جدا. وهاجي شايفين الكوبايه دي نفس حجم الكوبايه دي ميه مش اكتر، يعني كوبايه صغيره. هرشه كده عليها بحيث انها تعمل كانك بتسوي الفراخ دي على البخار، وهسيبها كده خالص. استنى ادوقها عايزه ملح ولا لا. لا ملحها كويس جدا والفلفل الطري. هاجي بقى اغطيها واسيبها على الهادي خالص لحد ما تستوي على مهلها. دلوقتي يا حبايبي انا هبص عليها، واو على الريحه الجميله. شايفين انا ليه حاطه كميه ماء قليله وسايباها على الهادي عشان تستوي كويس جدا ويطلع طعمها. عايزه اقول لكم ان ريحتها خطيره جدا جدا جدا. واول ما تستوي نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي ده حبايبي شكلها بعد ما استوت. عايزه اقول لكم ان الريحه خطيره وطعمها خطير وهيعجب ولادكم جدا. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي، وبألف هنا وشفا.